هتبدأ قصة فيلمنا النهاردة بعاصفة شمسية قوية بتضرب الأرض وبتأثر على الأرض بأشعة ضارة جدا، وده خلى الأرض تتدمر وتكون خالية من البشر. وهنا بنتعرف على شخص اسمه فانش، وبنعرف إن هو مهندس عبقري، وهو كان بيتحرك في المكان اللي ضربتها العاصفة، وكان معاه ريبوت، وكان الجو كله مخبر بسبب العواصف. فلاحظ مخزن ودخل فيه عشان يدور على أكل، بس ما بيلاقيش حاجة غير أكل الكلاب، فخده معاه ورجع لعربيته. وأول لما ابتدى يتحرك بالعربية جاله تحذير إن في عاصفة جاية في الاتجاه بتاعه، وفعلا فانش بيشوف العاصفة وهي جاية وابتدى يحرك عربيته ويهرب منها. وهنا بيوصل المكان اللي مستخبي فيه وبياخد الريبوت معاه، لكن العاصفة بتوصل لفانش ويبدأ يتأثر بالأتربة والغبار، بس بينجح في الآخر إن هو ياخد الريبوت ويدخل المكان اللي مستخبي فيه ويقفل الباب. في اللحظة دي ابتدى ينظف نفسه من غبار العاصفة، وكمان ينظف الريبوت، وبيروح يشوف الكلب بتاعه اللي مستنيه واداله الأكل اللي جابه وكان مهتم بيه جدا. وهنا بنشوف فانش وهو مهتم بمجموعة كتب، وبنعرف إنها بتخص رعاية الكلاب، وبيحولها للغة برمجية ومعلومات عشان يستقبلها الريبوت الجديد اللي بيصنعه. وبنعرف ان فانش عنده مشاكل صحيه بسبب العاصفه الشمسيه اللي ضربت الارض وتعرضه للاشعاع، وهو كان عنده احساس انه هيموت قريب، وكان بيصنع الريبوت الجديد عشان يهتم بالكلب بتاعه لما يموت. وبدا فعلا يشتغل على الريبوت الجديد، وخد عيون الريبوت القديم وركبه في الجديد وشغله. وهنا فانش ابتدى يتكلم مع الريبوت الجديد واختبره، بس الريبوت ما كانش فاهمه، فطلب فانش من الريبوت الجديد ان هو لو فاهمه يحرك راسه. وفعلا الريبوت الجديد بيحرك راسه، وراح فانش عشان يعمل شويه تعديلات لبيانات الريبوت الجديد عشان يخليه يقدر يتكلم. فساله فانش عن المهمات بتاعته، فرد عليه الريبوت وقال له ان مهمته ان هو يحمي الكلب لما فانش يكون مش موجود. لكن فجأة الكهرباء بتتقطع، وبيطلع فانش فوق مكان مخصص للتزويد بالكهرباء عشان يصلحها. بعد كده بيلاحظ ان في عاصفة ترابية كبيرة جاية ناحيتهم، ونزل مرة تاني وبيقول للريبوت ان هو هيزوده ببيانات عن الطقس عشان يبلغه بالتحديثات عن حالة الجو. فرد عليه الريبوت وقال له ان في مجموعة عواصف كبيرة جاية ناحيتهم وهتستمر لمدة 50 يوم، وهتوصل لنا في خلال يوم واحد بس. وهنا الريبوت بيعرف ان هم لو فضلوا في المكان ده هتقتلهم العاصفة القوية لانها هتفضل فترة كبيرة. وبدأ فانش يشوف الخريطة عشان يعرف يتحرك لفين، وهنا قرر انه يروح لسان فرانسيسكو. بعد كده بيكمل بناء جسم الروبوت، وبيبلغه الريبوت رسالة ويقول لي ان تزويده بالبيانات اكتملت بنسبة كبيرة، وقال لي كمان الريبوت ان لازم يتحركوا في اسرع وقت ممكن. وهنا فانش ابتدى يعلم الريبوت ازاي يمشي الخطوات مع بعض، وبدأ الريبوت يقلده ويمشي زي ما هو عايز. في الوقت ده ابتدى فانش يجمع اغراضه من الاكل وكل شيء هيستخدمه في رحلته، وكمان ركب عيون للريبوت الصغير اللي معاه، وابتدى يتحرك مع الريبوتات بتاعته وركب عربيته عشان يستعد لرحلته. واول لما وصلوا المدينة بينزل هو والريبوت عشان يدور على اي اكل، وهنا الريبوت قدر ان هو يكسر باب بقوته ودخلوا المكان فاضي، وشاف الريبوت نفسه في المرايه. بعد كده طلعوا من المكان، وبنشوف فانش اللي بيوصله تحذير ان العاصفه قربت جدا، وده خلاهم يتحركوا بسرعه ويركبوا عربيتهم ويكملوا الطريق. لكن وهم في نص الطريق بتكون العاصفه قربت منهم، وهنا فانش بلغ الريبوت انهم لازم ينزلوا عشان يثبتوا العربيه بالارض. وفعلا بينزل وابتدى يربط العربيه ويثبتها، لكن فجاه تعرض لانخفاض في ضغطه، وهنا الريبوت بيتدخل ويكمل شغل فانش. بعد كده فانش بيطلع العربيه وبيخبي الكلب لغايه لما الريبوت يخلص من تثبيت العربيه. وهنا العاصفه كانت قربت جدا منهم، فدخلوا جوه العربيه وكانوا مستعدين ليها. وفجاه بتوصل العاصفه وبتتسحب العربيه، وبيتقطع كمان الحبل اللي ثبتوها بيها، وفضل حبل واحد كان هو اللي ماسكها، وبتمر العاصفه من طريقهم وبيفضلوا كلهم عايشين. وبينزل فانش من العربيه واكتشف ان الحبل اللي ربطه الريبوت هو الوحيد اللي فضل ماسك فيها، واكتشف كمان ان كاوتش العربيه خرب من العاصفه. وهنا الريبوت بيجيب كاوتش جديد وبيكلم فانش ويقول له ان هم ما عندهمش حاجه يقدروا يرفعوا بيها العربيه عشان يغيروا الكاوتش. وهنا الريبوت بيرفع العربيه بنفسه، وفانش كان بيركب الكاوتش. واول لما الدنيا ليلت كان فانش قاعد مع الريبوت وبيقول له ان هو محتاج اسم ليه ويكون اسم بسيط، فاختار الريبوت لنفسه اسم جيف. فوافق فانش على الاسم وعجبه جدا. وفي اليوم التاني كان الريبوت جيف بيحاول يتواصل مع الكلب بتقليده في النباح، ففانش صحي من النوم وبيكلم الريبوت ان الكلب لسه مش واثق فيه. وفي اثناء طريقهم سال الريبوت فانش عن الثقه، بس فانش ما عرفش يجاوبه لانه عمره ما وثق في حد طول حياته، بس قرر انه يحكي قصه للريبوت جيف عن الثقه. لكن في اللحظه دي فانش بيتعب وبيفضل يكح، وده بسبب مرضه، وكان دايما بيفكر في الكلب وازاي هيعيش بعد موته. فركب حبل على رقبه الكلب وسلمه للريبوت، وقال لي انه لازم تخلي الكلب يثق فيك. وهو نزل من العربيه ودخل مطعم، وكان واضح انه تعبان جدا. وهنا رجع للريبوت وبيشوفه وهو بيحاول يسحب الكلب، لكن هو ما كانش بينزل من العربيه. ففانش خد الكلب وبيبلغ الريبوت انه يحرس المكان. بعد كده بيدخل المطعم مع الكلب، لكن فجاه الريبوت كان بيحاول يتعلم يسوق العربيه، ففانش سمعه وطلع يجري عشان يشوفه، واتفاجئ ان هو خبط العربيه وبيخرجها من مكان الديل اللي كانوا راكنين فيه وخلاها تحت اشعه الشمس. فنادى على الريبوت وبلغه انه يجيب ليه بدله الوقايه بتاعته وهو هيرجع العربيه لمكانها. لكن الريبوت جيف ما بيسمعش كلامه وبيرجع بنفسه بالعربيه وبيصدمها. ففانش مد ايده ناحيه الشمس وابتدت تتحرق، وكان بيكلم جيف ويفهمه ان البشر والكلاب لو خرجوا من الظل وفضلوا تحت الشمس هيموتوا بسبب الاشعه الضاره اللي جايه من الشمس واللي سببتها العاصفه. وبيقول لي ان هو صممه عشان يحمي الكلب مش عشان يقتله. فالريبوت اعتذر ليه، لكن فانش كان لسه متضايق من تصرفه. وهنا بنشوف فانش وهو بيسوق العربيه، وكان جيف زعلان عشان فانش
فانش مش مخليه يسوق بداله. ففانش بيقرر انه يعلم جيف السواقه، وفعلا جيف بينجح وبيقدر يسوق العربيه. واول لما الدنيا ليلت بيولعوا نار وبيقعدوا مع بعض، فجيف سأل فانش ليه ما بنتحركش في وقت الليل، فرد عليه فانش انهم مش ضروري يتحركوا بالليل، وفهموا ان في ناس بتبقى في نص الطريق وممكن يهجموا عليهم وياخدوا كمان العربيه ويقتلوهم. بعد كده فانش قال ليهم ان الجو بقى برد وهو لازم يدخل جوه العربيه، فجيف قال لفانش ان هو هيفضل بره يحرس المكان. وفي اليوم التاني بنشوف جيف بيسمع صوت جاي من العربيه، فبيدخل عشان يشوف فانش، واتفاجئ ان حالته بقت سيئه جدا بسبب مرضه، بس هو اهتم فيه وحاول انه ينزل حرارته وبدا يسوق العربيه بداله. وهنا الريبوت جيف بيدخل في مدينه وخد الريبوت الصغير وبينزلوا من العربيه ويشوفوا مستشفى. فجيف ابتدى يفتكر كلام فانش وبدا يدور على ادويه واكل، وطلب من الريبوت الصغير انه يفضل تحت لحد ما هو يطلع فوق ويدور على الاكل والادويه. وهنا الريبوت الصغير شاف علبه اكل وحاول انه ياخدها، بس في الوقت ده فانش لاحظ ان هم مش موجودين وابتدى يدور عليهم. وكان في اللحظه دي لسه الريبوت الصغير بيحاول انه ياخد الاكل، لكن كان في مصيده في المكان ولسوء الحظ فتحت فيه وخربته. وهنا بنشوف الريبوت جيف بيلاقي مجموعه ادويه وبياخدها. في الوقت ده فانش بينجح انه يلاقي الريبوت الصغير ولقاه متدمر، وفجأة بيسمع صوت في المكان، فاتفاجئ بجيف وبيقول له فانش ان المفروض ما كانش يدخل المكان ده. وهنا بيسمعوا صوت حركة غريبة، ففانش طلب من الريبوت جيف يجري بسرعة، وفعلا قدروا يهربوا من المستشفى ويركبوا العربية. وبدأ فانش يسوق العربية بسرعة ويهرب من المكان. بعد كده سلم العربية للريبوت جيف، وده بسبب مرضه ووضعه الصحي اللي اتدهور، وفهموا ان المكان اللي نزل فيه كان فخ وهو راح ليه بكل سهولة. لكن من كتر تعب فانش بينام، واول لما صحي كانت الدنيا ليلت وكان في عاصفة رعدية. وفجأة بيركز في مراية العربية وبيلاحظ عربية بتلحقهم، وقال لجيف ان في شخص بيراقبهم وهو لازم يهرب منه ولازم يخليه ما يعرفش مكاننا. فطفوا النور بتاع العربيه وزودوا سرعتها لحد ما العربيه اللي بتراقبهم تختفي. وهنا فانش بيشوف كوبري وقال لجيف انهم لازم يستخبوا تحته، لكن الريبوت جيف حاول يقول راي تاني. وهنا اتدخل فانش ومسك دركسيون العربيه ونزل بيها ناحيه الكوبري، بس جيف بيوقف العربيه وقال لفانش ان الكوبري ارتفاعه منخفض واحنا ممكن نتخبط بسببه. ففانش كان خايف وبدا يدوس بنزين وبيدخل بالعربيه تحت الكوبري، لكن لسوء الحظ بتتحشر في مكانها. وهنا الريبوت جيف نزل وبدا يزوق العربيه عشان تدخل كلها تحت الكوبري. وكان في اللحظه دي العربيه اللي بتلحقهم قربت جدا منهم، لكن في الاخر جيف بينجح وقدر انه يدخل العربيه كلها تحت الكوبري. وبنشوف العربيه اللي بتلحقهم واقفه فوق الكوبري، وبعد شويه اتحركت وراحت مكان تاني. وهنا فانشي بينزل وبيشوف الالواح الشمسيه اللي بتزود العربيه بتاعتهم بالطاقه، فلاحظ انها متكسره كلها، ففقد الامل وبدا يلوم الريبوت جيف على كل اللي حصل. بعد كده بنشوفهم وهم جوه العربيه، فجيف بيكلم فانش وقال له ان هو بيثق فيه وعارف ان هو يوصل لسان فرانسيسكو. ففانش رد عليه وقال له ان هو عايز يحكي له قصه، وهي ان لما حصل الانفجار الشمسي وبدات الناس تقتل في بعضها، كان في الوقت ده هو جوه محل بيدور على اي اكل. وهنا سمع امي وبنتها وهي بتقول لها ان هي هتجمع الاكل واي واحد تشوفه ويتعرض ليها تقتله على طول. فهو استخبى منها واستنى لما هي تخرج وهو بعدها يخرج، لكن بتوصل العربيه ونزل منها واحد ورفع بندقيته على البنت وامها وبدا يهددهم، وفي الاخر بيقتلهم عشان ما كانوش عايزين يدوا الاكل بتاعهم. وبعد ما هو طلع من المحل سمع صوت جاي من شنطه البنت اللي اتقتلت، واول لما فتحها لقى جواها الكلب وكان خايف جدا، فقرر ان هو يخليه معاه. وبيعترف لجيف ان هو كان جبان لانه ما عرفش يساعدهم. وكان ملخص كلامه للريبوت جيف انه يخليه يعتمد على نفسه في المواقف الصعبه وما يستناش حد يساعده. وبنروح لجيف وهو بيسوق العربيه، وكان فانش في الوقت ده نايم، وهم كانوا قربوا من سان فرانسيسكو. وهنا جيف بيشوف مجموعه من الصور اللي تخص فانش، وكان في بطاقه متوقعه من ابوه. في اللحظه دي بيجي تحذير ان الاشعه الفوق بنفسجيه منخفضه جدا، وفجاه فراشه بتخبط في العربيه. فجيف استغرب وبسرعه بيوقف العربيه وطلب من فانش انه يجي ويشوفها. واول لما شافها فتح الباب وطلع ايده، لكن ايده ما اتحرقتش وما حصلهاش اي حاجه. وبينزل من العربيه وبيقف تحت الشمس بدون ما يحصل له اي حاجه. وهنا عرف فانش ان الكارثه البيئيه اللي ضربت الارض انتهت، فشاف مجموعه فراشات في المكان وفرح جدا لانه اول مره يشوف كائنات حيه من فتره طويله. بعد كده ابتدى يلبس الملابس بتاعته. وبنشوف فانش وهو قاعد مع الريبوت جيف تحت الشمسيه، وهنا بيساله جيف عن الصوره اللي فيها توقيع ابوه. ففانش رد عليه وقال له ان ابوه انفصل عن مامته وسابها قبل ما هو يتولد لانه كان شغال في المجال العسكري، وان لما وصل عمره 16 سنه بعت ليه البطاقه وكان مكتوب فيها انه يتمنى يشوفه في يوم من الايام في المكان ده، وهو اشترى البدله بتاعته عشان يلبسها لما يشوفه. ومن الوقت ده ما وصلش اي اخبار عنه. وبيقول لجيف كمان ان هو انشغل في حياته بس ما قدرش ان هو يحقق احلامه ويلف العالم، فبقى يجمع الصور من اماكن مختلفه. فبدا يعلم جيف ازاي يرمي الكره للكلب والكلب يرجع له الكره تاني، بس الكلب كان كل مره يرجع الكره لفانش لانه ما كانش بيثق في جيف. وفجاه بتسوق حاله فانش وبدا يسعل وبينزل دم منه، فقام على طول وقال لجيف ان هو يرتاح جوه العربيه وانتوا كملوا لعبه مع بعض. فسالوا جيف عن اي مساعده يقدر يقدمها له، فرد عليه فانش وقال له ان هو اصلا ساعده وسلم على الريبوت جيف،
لكن جيف بيقرب على فانش وبيحضنه زي الاطفال. بعد كده فانش بيدخل العربيه هو والكلب وجيف فضل بره، وهنا فانش بيتوقف عن الحركه وبينتبه ليه الكلب وبيسمع جيف الكلب من بره وهو بينبح، وعرف جيف ان ده كان الوداع الاخير مع فانش، وللاسف بيموت فانش وبيسيب الكلب مع جيف. بعد كده ابتدى جيف يكفن فانش ويجهز النار ويحرق جثته، ومن هنا بتبدا مهمه جيف اللي طلبها منه فانش قبل ما يموت، وهي انه يخلي باله من الكلب بعد موته. واول لما الدنيا ليلت بنشوف الكلب وهو حزين، وكان جيف بيفكر ازاي يقدر يساعد الكلب لانه ما عندوش المعلومات الكافيه اللي من خلالها يقدر يعتني بيها بالكلب، وكان بيفكر ان هو ياكل الكلب، فطلع علبة الأكل بتاعته وفتحها وخلى الأكل للكلب عشان ياكل. في اللحظة دي بنشوف جيف وهو بيحط بنزين للعربية، وكان في فراشة بتقرب منه، وفجأة الكلب بيجيب الكرة وبيخليها قدامه عشان يلعب معاه، وهنا الريبوت عرف إن الكلب بدأ يثق فيه بعد ما فانش مات، وابتدى يتحرك جيف بالعربية ويكمل طريقه ويوصل للمكان الموجود في الصورة اللي كان فانش يتمنى يروحها وهو عايش. وفي أثناء طريقهم فضل يلعب مع الكلب ويهتم فيه، وفي الآخر بيشوف يافطة مكتوب عليها وفهم إن هو وصل لسان فرانسيسكو لأنها كانت تشبه اللي معاه في الصورة. وبنشوف جيف والكلب وهما واقفين فوق الكوبري وبيشوفوا مجموعة صور لذكريات الناس اللي ماتت، فجيف خلى صورة متعلقة معاهم وكان راسم فيها نفسه وفانش والكلب، وفضلوا يتمشوا هو والكلب فوق الكوبري بعد ما فانش وكله مهمة عناية الكلب بعد موته. وهنا جيف بيكون قدم مهمته تقديرا لفانش اللي صنعه واهتم بالكلب. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.